المنتخب الكويتي يتعادل في الوقت القاتل امام المنتخب اليمني في الدقيقة 94 من زمن اللقاء قبل نهاية اللقاء بدقيقة. بيقدر المنتخب الكويتي يتعادل امام المنتخب اليمني اللي سجل المنتخب اليمني الهدف الاول في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب المميز جدا عبد المجيد سبارة اللي قدر يسجل هدف التفوق للمنتخب اليمني في الدقيقة 84. وكله كان متوقع ان المنتخب اليمني سيأخذ هذه المباراة او هيأخذ صدارة هذه المباراة. اي نعم هي مباراة ودية ولكن مباراة بمعاني كتير جدا لتحضير المنتخب اليمني والمنتخب الكويتي لبطولة خليجي 26، البطولة اللي هتتلعب كمان كام يوم 21/12 تبدأ البطولة. المنتخب اليمني عنده مباريات منتظرها في هذه البطولة مع مجموعة قوية جدا. استعداد المنتخب اليمني بقيادة نور الدين ولد علي المدير الفني للمنتخب اليمني اللي النهاردة خلينا نقول رغم ان المباراة كانت مباراة ودية الا ان كان ظاهر جدا ان المنتخب اليمني كان واخدها بشكل رسمي، كان واخدها بشكل جدي جدا، داخل من اول المباراة بشكل حماسي. اضاع في الشوط الاول كرة جت في القائم والشوط الثاني قدر يسجل جون في الدقيقة 84. ولكن لسوء حظ المنتخب اليمني قدر المنتخب الكويتي شقيقه يعدل النتيجة ويسجل في الدقيقة 94 قبل نهاية اللقاء وبعد 10 دقائق من تسجيل المنتخب اليمني هدف التعادل ليخرج المنتخبين الشقيقين أحباء في مباراة ودية ولكن بطابع رسمي بسبب جديتها وأدائها وحماسها اللي كان باين جدا في الأهداف وتعويض الهدف كمان اللي سجل. خلينا نتكلم عن قائمة المنتخب اليمني أو تشكيلة المنتخب اليمني في هذه المباراة الغير مذاعة. طبعا أكتر حاجة بتؤرق الجماهير عموما إن أنت يبقى منتخبك بيلعب ومش عارف تتفرج عليه ولا عارف تتابع أخباره. الموضوع بيبقى صعب جدا وده بطلب من المنتخب الكويتي والاتحاد الكويتي لكرة القدم ان المباراه ما تكونش مذاعه وذلك لسريه التشكيل. يا جماعه سريه التشكيل ايه يا جماعه؟ يا جماعه الكره الحديثه مش كده خالص. الكره الحديثه تعال تتفرج على منتخبات البرازيل ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا اي مباراه وديه بتكون مذاعه لكل العالم. يعني انت هتبقى اقوى من المنتخبات دي. انا بستغرب بصراحه ان الهدف الوحيد لان المنتخبات دي ما تذاعش مبارياتها لان الشعب بتاعها اذا كان الشعب الكويتي والمشجع الكويتي او الشعب اليمني او المشجع اليمني ان هو مش مطمن على منتخبه، مش عارف لاعب حلو ولا وحش، مش عارف مين العناصر الجيده اللي كانت تألقت في هذه المباراه علشان تقدر تطمن للمنتخب اذا كان اليمني او الكويتي في بطوله خليجي 26. انت ما بيوصلكش غير النتائج في الاخر ومين سجل الهدف. برضو مش كل حاجه مين سجل الهدف. ممكن يكون عندك خط الظهر تألق، هيقول لك منين تألق وانت ما اتفرجتش على الماتش؟ حارس المرمى تألق، طبعا ممكن يكون تألق. عندك بعض العناصر اللي ممكن يكونوا في نص الملعب او الخط الهجومي اللي كانوا متألقين، انت مش عارف اي حاجه ومش عارف تتابع اي حاجه. طبعا بقياده نور الدين ولد علي قدر النهارده المنتخب اليمني يلعب مباراه قويه جدا امام المنتخب الكويتي استعداد لبطوله خليجي 26. طبعا بطوله خليجي 26 قبل ما نتكلم في احداث اللقاء خلينا نتكلم عن اخبار البطوله. البطوله هتتلعب يوم 21/12 يعني فاضل ايام قليله جدا. المنتخب اليمني لعب مباريتين، كان امام سريلانكا خسر مباراه بنتيجه 1-0 وكسب مباراه بنتيجه 2-0. والنهارده هو بيعمل معسكر في قطر هيلعب مباراه امام الكويت وعنده برضو مباراه هيلعبها مع منتخب سلطنه عمان في عمان يوم 16 باذن الله. ودي هتبقى المباراه الاخيره استعداد لخليجي 26 بالنسبه للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني النهارده خلينا نقول ان في الشوط الاولاني كان داخل بشكل حماسي جدا، اضاع كره في الشوط الاولاني جت في القائم. الشوط الثاني قدر يسجل جون في الدقيقه 84 بتألق اللاعب المميز جدا عبد المجيد سبارة اللي قدر يسجل هدف في الدقيقه 84 قبل ما يسجل المنتخب الكويتي هدف التعادل ويخلص النتيجة بنتيجة 1-1. القائمة او التشكيلة اللي كانت موجودة النهاردة بالنسبة للمنتخب اليمني: حراسة المرمى محمد امان، خط الظهر عمر طلال، احمد ناصر، رضوان الجيوشي، رامي السماني، عمر مولان، محمد الطيري، محمد هاشم، عبد المجيد سبارة صاحب الهدف، ومحمد بن عجاج،
حمزه محروس. دي كانت التشكيله اللي دخل بيها نور الدين ولد علي المباراه الوديه في مباراه الكويت اللي بتتلعب في قطر. الوديه دي بتتلعب في قطر. طبعا المباراه دي يغيب عن المنتخب اليمني عناصر كتير من المحترفين، وده لان المنتخب اليمني والمنتخب الكويتي بيلعبوا وديه في وقت ما فيهوش توقف دولي، فطبعا الدوريات شغاله بشكل طبيعي، فكان المنتخب اليمني بيلعب بدون محترفين هو والمنتخب الكويتي. طبعا المنتخب الكويتي منتخب له تقل كبير جدا في الخليج، ايضا المنتخب اليمني له تقل في الخليج وبدا يظهر بشكل كويس جدا بالنسبه لمنتخب الشباب ومنتخب الناشئين. وايضا النهارده المنتخب اليمني الاول بيقدر يحقق نتيجه كويسه جدا نسبيا، يقدر يطمئن المشجعين بتوعهم او المشجع اليمني على المنتخب بتاعه في مباراه كانت قويه جدا امام المنتخب الكويتي. خلينا نعرف مواعيد مباراه المنتخب اليمني او اول مواعيد مباراه المنتخب اليمني والمجموعه بتاعت منتخب اليمن خلال خليجي 26. المباراه طبعا هتتلعب، البطوله هتتلعب في الكويت. اول مباراه هتتلعب يوم 22/12 امام العراق. طبعا مجموعه المنتخب اليمني بصراحه مجموعه قويه جدا في خليج 26. عنده في المجموعه العراق، المنتخب السعودي والمنتخب البحريني. 3 منتخبات تقال جدا في اسيا يا جماعه وفي دول الخليج. خلينا نتكلم اول مباراه هتتلعب يوم 22/12 امام المنتخب العراقي. كل التوفيق للمنتخبات العربيه باداء مميز خلال هذه البطوله. بطوله هتبقى جيده جدا ومشجعه للمنتخبات العربيه ومنتخبات الخليج اللي هتلعب خلال هذه البطوله. كل التمنيات الطيبه للمنتخب اليمني منتخب السعاده باداء مميز واخباره تكون كويسه خلال الوديه القادمه امام سلطنه عمان، ونتمنى تكون المباراه مذاعه يا جماعه، لان غياب البث بالنسبه لمباريات سلطنه عمان ومنتخب اليمني او المنتخب اليمني والمنتخب الكويتي بتبعد الجمهور عن تشجيع منتخبه، بتحسسه ان هو بعيد عنه. لا يا عم فرجني، عايز اتفرج واستمتع بمنتخبي واشوفه عامل ايه في الوديات قبل الدخول الى خليج 26. كل التوفيق للمنتخب اليمني منتخب السعاده. النهارده كانت وديه مهمه جدا ومدرسه امام المنتخب الكويتي، مدرسه مهمه جدا ووديه ومباراه كانت مهمه جدا، استعداد لخليج 26. كل المنتخبات كل تمنياتنا الطيبه للمنتخبات العربيه باداء مميز ودائما في تفوق مستمر. كان معاكم نادر نشأت. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.